ده سخان غاز. احنا عارفين ان السخانات الغاز حوادثها كتيرة جدا بسبب الناس بتحطها، تبدأ تحطها في الحمام، بيحصل اختناق نتيجة احتراق الغير كامل للغاز ده جوه بيحصل جوه السخان، بيطلع غاز أول أكسيد الكربون. أول أكسيد الكربون ده يعتبر غاز سام. حد ممكن يقول لي أعمل ايه في الحالة ديت؟ ممكن أركب مدخنة للسخان، ممكن أشيل السخان ده خالص من الحمام. دي أول حاجة أفكر فيها. يبقى كده احنا يبقى احنا كده عندنا سخان غاز موجود جوه الحمام. سخان الغاز ده ده احد المخاطر. سخان الغاز ده احد المخاطر اللي طلع منه او الناتج عنه خروج غاز اول اكسيد الكربون، وده غاز سام. مع ان الحمام ممكن يكون مقفول، فده يؤدي الى خنق العامل من داخل الحمام. فانا وسائل التحكم اللي ممكن اخدها؟ فابدا استبدل مكان السخان ده بسخان كهرباء. هعمل عملية استبدال. بدأ التاني نبدأ نتكلم. ده سخان غاز. احنا عارفين ان السخانات الغاز ده حوادثها كتير، بتحصل حوادث كتيرة جدا بسبب السخانات الغاز. ناس بتحطها في الحمام، بيحصل اختناق نتيجة احتراق غير كامل للغاز ده جوه السخان، وبيطلع غاز أول أكسيد الكربون، وده يعتبر غاز سام. حد ممكن يقول لي أعمل ايه في الحالة دي؟ ممكن أركب مدخنة للسخان، ممكن إن أنا أشيل السخان ده خالص من الحمام. ده أول حاجة أفكر فيها. يبقى عندنا كده عندنا سخان غاز موجود جوه الحمام. سخان الغاز ده تمام أحد المخاطر اللي طلع منه أو الناتج عنه خروج غاز أول أكسيد الكربون، ده غاز سام. مع إن الحمام ممكن يكون مقفول، يعني مكتوم، ده يؤدي إلى خنق اللي جوه الحمام. فهي نعمل دلوقتي؟ وسائل تحكم ممكن اخدها. استبدل مكان السخان ده بسخان كهرباء. هعمل هعمل عملية استبدال. طيب، يبقى اول حاجة ازالة يعني لو ابدأ اشيل السخان من الحمام اصلا واخليه في المطبخ مثلا او اي مكان تاني. يبقى رقم واحد ازالة الخطر او مسبب الخطر. رقم اتنين استبدال سخان الغاز بسخان اخر كهرباء. رقم تلاتة ممكن اعمل تحكم هندسي، اللي هو ابدأ اركب عليه مدخنة ويطلع العوادم بتاعته او بتاعتها الى خارج الحمام. تمام. ممكن اعمل حل هندسي تاني. اعمل سينيور سنسور بيدي اعراض لما غاز اول اكسيد الكربون ده يطلع. وطبعا الحلين اللي هو بعد كده اخر حاجة اللي هو الحل الاداري، او اللي هو يعني مهمات الوقاية الشخصية. اكيد مش هدخل الحمام وانا لابس جهاز تنفس. تمام. مش مكان هو مش مكان مغلق عشان نخش له بجهاز تنفس. ممكن الحمام ده لو موجود في منشأة يعني صناعية. تمام. السخان ده لو موجود في حمام والحمام ده في منشأة صناعية، ممكن ساعتها احط دافتة تحذيرية. تمام. ده حل برضه، إرشادات تحذيرية كإجراء إداري إن المكان ده يحتوي على سخان غاز ممكن يؤدي إلى الوفاة في حالة وجود تهوية كويسة. حد فاكر يعني ريسك اسسمنت؟ ما هو تقييم المخاطر؟